بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحة يا رب العالمين. النهاردة طبعا معايا فيديو جامد جدا جدا. بس بقى اتمنى لو اول مرة بتشوفيني حطي لي كده لايك واشتراك بقى في القناة وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول باذن الله. النهاردة بقى فيديو الخير زي ما انا كده مسمياه. ده فعلا فيديو الخير بيحسسنا بالخير بتاع زمان وايام بقى امهاتنا واجدادنا كده اللي فلاحين هم بقى اللي يعرفوا الكلام ده. هنعمل مع بعض كل حاجة، السمنة والجبنة والقشطة، وهنطلع اللبن، وهنعمل بإذن الله كل حاجة مع بعض. بس بقى طلب كده، رجاء، أمنية، اللي عنده كده منتدى يرفع لي الفيديو ده، لأن أنا تعبت جدا جدا فيه، وقدروا بقى تعبي كده، وبإذن الله يجعله بقى في ميزان حسناتكم إن شاء الله. تعالوا بقى كده نسمي الله كده ونصلي على الحبيب. أنا جبت بقى كمية كده من اللبن، دول حوالي 20 كيلو من اللبن. حطيتهم بقى كده، جبت بريمة فخار، البرايم الكبيرة ديت، وكمان لو عندك بقى الشالية اللي هي الشوالي بتاعت اللبن دي، وممكن كمان حلة ألمونيا. أنا عملت في كل حاجة عشان نجرب كل حاجة مع بعض. بس بقى في خطوات كده وتكات مهمة. أهم حاجة إن الحاجات دي كلها تتسخن. لو ألمونيا أو فخار، حطيت كده، ولعت الفرن وسخنته جدا، وحطيتهم بقى فيه لحد ما سخنوا كويس خالص. يعني أول ما بحط اللبن كده فيه بيعمل كده صوت كأنه هيغلي. زي ما انتوا شايفين جبت كده كسرولة صغيرة، وبدأت أرفع ايدي لفوق عشان يعمل كده الفقاعات زي ما انتوا شايفين كده. انا وانا واقفة بقيت اصب كده من فوق بالجردة، يعني بالحاجة اللي انا حاطة فيها الحلة، او بكسرولة كده صغيرة. زي ما انتوا شايفين بالظبط بيعمل كده فقاعات فوم كده من فوق. فضيت بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة، كلها كده عاملة فقاقيع كده من فوق. طبعا الحلل ديت سخنة جدا، انا حطاها على صواني كده، وكنت قاعدة بقى في الارض عشان مفيش حاجة بقى تتكب مني. خلاص بقى يا حبايبي، انا كده هركنهم. المفروض يقعدوا يومين او 3، لو في الصيف طبعا بيغيبوا عن كده وبيعوزوا بقى يتحطوا في التلاجة. انا كده كنت مولعة الفرن، يعني كنت مولعة بعمل الاكل، فكان الفرن لسه سخن. حطيت كده على قد ما الفرن البوتاجاز اخد، وحطيت الباقي كده جنبي على الرخامة، وغطيتهم بقى غطا كويس جدا عشان مفيش بقى حاجة كده ولا اي حاجة تنزل عليهم، ولا نقطة مية ولا اي حاجة. سبتهم بقى دولت حوالي كده قعدوا يومين، وده التالت كمان، ده تالت يوم لهم. طلعتهم بقى كده قدامي، وجبت كده بولة زي ما انتوا شايفين، بولة كبيرة كده عشان اشيل بقى فيها القشطة، الوش اللي هو بتاع اللبن. جبت كده اول برام، جبت اي سباتيولا عندي كده بس طبعا انا هشتغل بايديا يعني، فكده كده ايدي هتتعص بقى من القشطة. احساس جميل جدا وانا بعملها كده، جميلة جميلة، واقسم بالله حاجة كده روعة. زي ما انتوا شايفين طلعت كده حركت كده من حرف البرام بالصباعي، وجبت بقى دي القشطة، شوفوا شكلها يجنن ازاي. وطبعا كفاية بس ان انتي عاملة كل حاجة في البيت وحاسة كده بالخير كله في البيت. والروايح بقى جميلة جدا. انا جبت كده معلقة بوريكم. ده اللبن بقى الرايب اللي هنعمله جبنة، هو جميل جدا، يعني عامل زي القشطة بالظبط، ما تفرقيش حاجة عليه. جبت برضو، طبعا دي من انجح يعني من انجح الحاجة اللي تتحطي فيها، اللي هي الشالية بتاعة اللبن دي. بس طبعا ما كانش متوفر عندي غير واحدة بس. بدأت كده اللبن من تحتها جميل جدا. ودولت بقى، يعني لو عايزة بقى تعملي اللبن الأساسي بتاعه اللي هي بينزل من البقرة، الجاموسة أسفة. طبعا ده لبن جاموسي صافي جميل جدا، بينزل بقى من الجاموسة على طول على في الشالية دي. بيبدأ كده يعمل الفقاعات دي في قلب الشالية زي ما انتوا شايفين. بس طبعا أنا ما كانش بقى متوفر، فجبت كمية اللبن دي اشتريتها على بعضها كده. ودي بقى كانت اخر حاجة كده بعملها معاكم. اللي دي الحلة كده الألمونيا، انا عملتها طلعت برضو وش جميل جدا. خلصت بقى كل الكمية ركنتهم كده جنبي. وبعدين بقى دي البولة اللي فيها القشطة زي ما انتوا شايفين. هنعملها بقى، هنطلع منها كده الزبدة، وبعدين ننزل بقى المية اللي هي بتنزل منها، ده اسمه المخيط. احنا طبعا هنفصل زي ما انتوا شايفين. شمرت كده بقى وبايديا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي قدامكم. جميل جدا، انا اول مرة اعملها بالطريقة دي. انا اي قشطة عندي بحطها كده على النار على طول، بس بتاخد كل الفرق ان هي بتاخد وقت. والفرق التاني بقى كذا حاجة برضو. اولا بتاخد وقت على النار كده، ثانيا بتطلع كمية من المرطة حلوة. لكن بقى لما بنعملها زبدة مش بتطلع مرطة خالص. هتشوفوا الكمية البسيطة جدا اللي هي طلعتها معايا، كمية كبيرة طلعتليش حاجة خالص في الاخر.
زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا بس لقيت كده ان انا ايديا كانت وجعاني، بس هي ما بتاخدش وقت خالص والله. فجبت المضرب كده بعمله بقى بجربها بيه، طلعت صراحة جميلة جدا. يعني حاجة كده متعة، مجرد ان انا مسكت المضرب كده كل ثانية بتفرق عن اللي قبلها. الاول كده كان عامل زي كأني بضرب كريم شانتيه بالظبط، بعد كده كل ثانية بتفرق، وبدأت بقى يفصل مني كده في ثواني، ما غيبش خالص. يعني بالمضرب لو كمية بسيطة مش هتاخد معاكي 5 دقايق. وبرضو عايزة تعمليها بايديكي زي ما انت عايزة. انا كملتها برضو لاني جيت زي ما انتوا شايفين اطلعها كده الزبدة منها، طلعت برضو بس لقيتها لسه فيها. فخلاص قلت لا حرام، بعد ما كورت كده كورتين حطيتهم تاني وبدأت لفتها كمان شوية، ادتني بقى فصلت خالص، عملت المية يعني ايه، سابت كده من بعضها خالص. زي ما انتوا شايفين انا بعد ما كورتها لقيت برضو إيه لسه كده فيها، قلبتها تاني ورحت بقى قعدت في الارض عملتها كمان دقيقتين كده لحد ما فصلت كويس جدا. الكنز الوحيد بقى اكبر استفادة من الزبدة اللي هو المخيط اللي نازل ده في المعجنات ملوش حل. انا طبعا استفدت كتير جدا. هقول لكم برضو على الكمية بتاعت الجبنة كلها اللي انا اخدتها منها. هي طلعت لي ال3 كور من الزبدة دولت زي ما انتوا شايفين. ده بقى الكنز رائع جدا. حطيت بقى كده الزبدة في قلب حلة كده وحطيتها على النار، مجرد 10 دقايق كانت اتعملت، اقل كمان، لان زي ما قلت لكم ان القشطة هي اللي بتاخد وقت على النار لو حطيتيها مباشر، لكن الزبدة اول ما بتسيح بتحس ان هي بقت سمنة على طول، مفيش ثواني كده وبتبدأ تفصل كده السمنة تبقى على الوش. زي ما انتم شايفين يا حبايبي انا حطيتها كده على النار، ومجرد 7 دقايق بالظبط كانت عاملة لي السمنة جميلة جدا، وهنشوفها برضو مع بعض. بس عشان الكاميرا كانت بتفصل مني عند البخار بتاع البوتاجاز فما عرفتش اصور معاكم، هوريها لكم برضو. في الوقت ده بقى انا كنت حضرت الحصيره بتاعه الجبنه دي. الحصيره بتاعه الجبنه للي مش عارفها، ممكن طبعا زي ما ناس كتير تعمل الجبنه في مصفى والكلام ده، بس صراحه انا ما حبيتهاش ولا لقيتها حلوه. احلى حاجه للجبنه القريش الحصيره طبعا بتاعه الجبنه دي، وهي مش غاليه كتير. انا سالت عليها، دي كانت عندي قديمه بس انا سالت عليها لقيتها ب20 جنيه. لو هتجربي اعمليها بقى على طول. انا خلاص يا حبايبي كده حطيت البرايم ديت في قلب الفرن، لازم تدفى. طبعا اللي بيعملها على طول ساعة ديت ما بتبقاش، ما بتمسكش على طول كده ومتبقاش حلوة، لازم تتحط في الفرن تدفى شوية. تحطي ايديكي في اللبن تلاقيه دافي كده زي دمع العين، لا هو سخن عشان ما تفصلش مننا وتعمل بقى شرش كده واللبن يكتل في قلب الفرن، ولا هي برضو ساعة عشان يمسك على طول. طبعا الجبنة دي انا هخزنها احطها في المش، وانتظروني بقى في فيديو قوي جدا جدا. هنعمل مع بعض المش من اوله لاخره كده، وهنخزن بقى الجبنة مع بعض. بس بقى المهم خلينا كده في اللي احنا بنعمله. حطيت بقى كمية الجبنة كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت اجيبها يمين وشمال. اللي نزل ده انا خدته تاني التقيل، وسبت بقى اللي هو الخفيف ده. الشرش اللي نزل من الجبنة ده انا حطيته على اللي هو المخيط اللي طالع ده. طبعا زي ما انتوا شايفين انا عبيته كده في اكياس هعجن بيه. السمنة بقى يا حبايبي كانت طلعت مرملة ترميلة رهيبة، اقسم بالله تحفة جميلة جدا، وكفاية ان انت عاملاها بايديكي في البيت. القشطة دي بقى حكاية تانية، أنا طلعت منها كتير جدا، ولادي بيحبوها وأنا بحبها وجوزي وكلنا بنحبها. طلعت طبعا كمية كبيرة حوالي أكتر من نص كيلو كمان قشطة، أكلناه كده وسبت لهم كمان الطبق ده. والمرتة دي كمية صغيرة جدا هي اللي طلعتها. لو انت عايزة مرتة كتير حطي القشطة على طول على النار هتطلع لك كمية أكبر. ده بقى اللبن، ده لبن صافي، يعتبر لبن صافي، بس كل الفرق ان هو مش هيغلي، هنعجن بيه. عبيته كده في اكياس عشان ما ادوخش بقى نفسي، حتى الازازه بعد كده فضيتها في اكياس. والكميه كلها طلعت لي اكتر من الكميه اللي انتوا شايفينها دي، بس بقى ما عرفتش اصورها في الاخر. ده كده كان طالع من حوالي يعني 3 حصر جبنه. الجبنه بقى حبايبي كده سبتها يوم. ده كان تاني مره، يعني تاني حصيره كده اعملها. جميلة جدا الجبنة زي ما انتوا شايفينها متماسكة وجميلة جدا جدا، شكلها صراحة يفتح النفس. هنظبطها بقى مع بعض كده. بصوا بقى بتتقطع سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. هتعلقي بقى الحصيرة دي على حاجة كده، على شباك مطبخ، مسمار كده جنبك، يعني شوفي اي علقة كده وعلقيها عليها عشان تصفي المية بتاعتها، وسيبيها يوم كامل هتنشف بقى وهتبقى جميلة جدا. الجبنة طبعا شكلها بيتكلم عن نفسها. انا تعبت حبايبي في الفيديو ده جدا، قدروا بقى تعبي وما تنسونيش بقى في اللايك. واللي عنده كده منتدى يرفع لي كده الفيديو عشان الفيديو ده يكبر بيكم باذن الله. انا حاسه ان الفيديو ده هيبقى فتحه خير. زي ما انتم شايفين يا حبايبي دي كده كميه، دي عملتها من حصرتين جبنه بس، والكميه اللبن دي طلعت لي
وإلا ربع من السمنة، يعني السمنة ب150 دي طلعت لي ب75، وطلعت لي 6 كيلو جبنة، 6 إلا ربع. طبعا بالحاجات اللي احنا عملناها برضو وفرنا، وحتى لو ما وفرناش أهم حاجة إن احنا نظافة الحاجة وعاملينها في بيتنا. أتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وأشوفكم في وصفات أكتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.